نادي الزمالك ده والنادي الاهلي وكل الانديه بعد ربنا سبحانه وتعالى هم ليهم الفضل كبير قوي على اسامينا وعلى حياتنا، وغيرت من حياتنا كتير جدا. فانا من هنا من البرنامج هنا مهيب، انا بعد كده اي حد كلهم على راسي، كل النجوم وكل الاعلاميين وكل الجماهير كلهم على راسي، لان صبري غير فينا حاجات كتير قوي. شفت قيمه النادي الاهلي يا كابتن جمال؟ طبعا، سواء طبعا في الجنازه او طبعا في العزاء. طبعا شفت قيمه النادي الاهلي؟ طبعا. هو ده النادي الاهلي. طبعا طبعا. بص يا مهيب، انا النادي الاهلي بشكره جدا، وبشكر كل النجوم اللي جم واللي ما جاش برضه، لانه عمل محمد صبري وكده. انا برضه عايز افكرك بعمرو فاروق، برضه كل الزملكاويه راحوا، لان الاهلي والزمالك حاجه كبيره قوي في مصر. فكل اللي جه من النادي الاهلي بنشكره، بنشكر النادي الاهلي كمنظومه انها بعتت الراجل المدير الفني والجهاز الفني حاجه كله كبيره قوي. ووليد صلاح الدين طبعا بشكره جدا ان هو جاب الناس دي، الف بين القلوب. موت صبري الف بين القلوب. ربنا يألف بقى بين قلبك وقلب النادي الاهلي وتتكلمش عليه تاني. طبعا طبعا. خلاص انا دلوقتي بقول لك صبري غير فينا كلنا بصراحه. الحمد لله يا جماعه، عشان لما بنقول لكم والله العظيم كل ما يقال في الاعلام هو افتراء على النادي الاهلي واكاذيب، والله افتراء واكاذيب على النادي الاهلي. احنا بندافع عن النادي الاهلي مش من فراغ، لان احنا مش شايفين منه حاجه، مش شايفين الحاجه اللي انتوا بتقولوها عليه، مش لاقيينها، مش حاسينها. ما بنسمعش الكلام اللي انتوا بتقولوه على النادي الاهلي غير منكم انتوا بس. يعني الكابتن جمال عبد الحميد ده من اكتر الناس اللي بعد ما سابت النادي الاهلي كان بيطلع يقطع في النادي الاهلي ويشكك في بطولاته ويشكك في نزاهته ويشكك في نزاهه الاداره. من اكتر الناس. بص دلوقتي بيقول ايه، وقبل منه وائل الاباني لما طلع برضه بيطلعوا. بحب قوي 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 اللحظه بتاعت الزملكاويه لما يكون عندهم كده صدق ويطلعوا يتكلموا بصدق وبكل امانه. دي بتكون النتيجه، هو ده بيكون الكلام. ودايما سبحان الله ربنا دايما بينصف النادي الاهلي وبينصف جماهير النادي الاهلي وبيبين الحقيقه، لان الحق حق والباطل باطل. بص الراجل بيقول لك انا عرفت قيمه النادي الاهلي وعرفت يعني ايه النادي الاهلي. دلوقتي عرفت يا كابتن جمال قيمه النادي الاهلي؟ طب ما هو طول عمره النادي الاهلي كده، طول عمره النادي الاهلي بيقولوا عليه نادي القيم والمبادئ والاخلاق. ايه الجديد؟ ايه الجديد اللي انت قلته؟ ما قلتش حاجه جديده والله. عشان كده احنا كجماهير النادي الاهلي دايما بنعتز بالنادي الاهلي، واي حد بيجيب سيره النادي الاهلي بنبقى عايزين ناكله، لان مش شايفين اللي انتوا بتقولوه. احنا مش شايفين الحاجات اللي انتوا بتقولوها دي خالص. ده على طول يعني البرامج كلها تدليس 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 تدليس. مفيش سيره غير النادي الاهلي، مفيش سيره غير النادي الاهلي. التشكيك في بطولات النادي الاهلي، التشكيك في نزاهه النادي الاهلي، اتهام النادي الاهلي بالرشاوي، اتهام النادي الاهلي بالحكام. هو كده على طول. وادي النتيجه والحمد لله وشهاده شاهد من اهلها. متشكرين يا كابتن جمال واعتذارك مقبول. لو عجبك الفيديو ما تنساش متابعه اخوك الاهلاوي، لايك وشير. سلام.